بنسامح في الخيانة ولا بندي فرصة تانية؟ وهل أصلا في سماح في الخيانة؟ وهل أصلا لو الست قالت إن هي مسامحة تبقى مسامحة بجد؟ أكتر حاجة بتوجع قلوبنا وتكسرنا هي الخيانة. الست منها تحس انها اتشرخت من جواها وبتصعب عليها نفسها وبتفقد الثقة في نفسها، ودي اصعب حاجة ممكن الواحدة تحس بيها. بس مفهوم الخيانة في حد ذاته مطاطي جدا وليه درجات. مش بس كده، ردود فعلنا وتعاطينا مع وجع الخيانة نفسه مختلف. وفي حد لما بيمر بوجع الخيانة بينتقم وبيتحول لنار عايزة تحرق اي حد قدامه، وفي حد بيبعد من سكات وما يتكلمش ويكتم في نفسه، وده خطر لان الكتم والضغط ممكن يأذي الشخص ده ويضره ويحصل له حاجه وحشه. في نوع تالت بتجبرهم الظروف انهم يتناسوا او ما عندهمش اختيار او اوبشن اصلا غير انهم يدوسوا على جرحهم ويضطروا يسامحوا عشان البيت والعيال. في بقى درجه من الخيانه احنا بنسميها النزوه، احيانا بنعديها وتفوت واحيانا بتموتنا. وبرده حجم النزوه مهم، لان في رجاله بترمرم وعارفه انها بترمرم، وفي رجاله غشيمه بتتدب على بوزها وممكن تحب فعلا والرمرمه تكبر وتقلب بنكد. وفي كل الحاجات اللي قلتها دي تبقى تجارب فردية، كل واحد داخل امتحانه هو، مفيش وجع زي التاني، لأن كل قصة ليها تفاصيلها وتراكماتها. حتى احنا كأشخاص كل واحد فينا اللي تركيبته النفسية المختلف اللي بتجبره يعدي ايه ويقف عند ايه. مش كل الناس بتقدر تنفصل أو تستقل، في ستات بتتكسر وما عندهاش اختيار، خصوصا لو كانت أسرة فيها أطفال محتاجين رعاية أو أم ما عندهاش مصادر دخل أو حماية. بتكون الحسابات هنا مختلفة، وللأسف وجعها بيكون أكبر بكتير من الحالات اللي بنكون فيها احرار في قرارنا فما نلومش حد ونعرف صوابعنا مش زي بعضها. قولوا لي بقى في الكومنتات، لو بعد الشر حصل لكم موقف زي كده هتسامحوا ولا لا؟ انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.